من صدق هاي اللفة إذا تفتحها بمشروع وحدها أبد ما تخسر. اللي ما يعرفني أنا الشيف علي ربيعة، صاحب سلسلة مطاعم بي إكس، ويوميا أنزلكم مشروع جديد ووصفة جديدة، وهاي الوصفة لازم تسارعون عم تسووها. عشاق الأكل التركي هاي الوصفة لكم. يلا نسوي أطيب ساندويش مسحب دجاج على الفحم. هاي الوصفة أي واحد يقدر يسويها حتى لو ما يعرف الطبخ. جبنا البهارات، والبهارات هي ثوم وبصل وزنجبيل، أوريغانو وسماق، بابريكا ناعمة وخشنة، وملح، وثلاث فصوص ثوم مثرومة، ونحط عليها زيت ودبس الرمان وعصارة برتقالتين وليمونتين وحطيتها فوقها، وبعدين معدنوس، ونخبطها كل زين لحد ما تصير عندكم بهذا الشكل. وبعدين نجيب صدور الدجاج ونغمسها بالصلصة ونعوفها بالتتبيلة أقل شي ساعة، وكل ما تبقوا بالتتبيلة كل ما تصير أطيب. أنا بهذا الوقت حروح أشغل الفحم وأسويه جمر كله، وأجيب السيباية وأخلي عليه صدور الدجاج وأقلبها كل 5 دقائق. شوفوا لي شلون رأسا تطلع الريحة والدخان والريحة تخبط. هذا النوع من صدر الدجاج أبد ما يحب تهفاء، لازم يكون يستوي على الدخان، وأبد ما تهفوا له عمود لينشف، وراح يستوي عندكم بالضبط ب30 دقيقة. تقدرون تقدموه بسندويش أو تقدرون تقدموه كطبق. احنا سويناها، حطينا طبقة جوا خس، بعدين صدر الدجاج، بعدين بصل وسماق ومعدنوس والمخلل. وهاي كانت وصفتي لكم لليوم، إن شاء الله تعجبكم.